وبكده عملنا أحلى فراخ مشوية بتتبيلة تجنن مع صينية بطاطس طعمها مختلف عن أي صينية بطاطس جربتوها قبل كده، بجد تحفة. وهقول لكم ازاي نخلي البطاطس كده متماسكة وما تتهريش مننا. يلا نشوف الطريقة. بس لأول مرة تشوفوني أنا هند سليم، ما تنسوش اللايك وقولولي كمان بتتابعوني من أي بلد، وشير كتير عشان الكل يستفاد. نقول بسم الله ونصلي على الرسول. أول حاجة كده عندي فرخة حوالي 2 كيلو بالشكل ده. هبتدي اجي من عند الصدر بتاعها كده، وهبتدي ان انا اقصها بالشكل الجميل ده، يا اما بالمقص يا اما بالسكينة زي ما تحبوا. فتحتها كده بالشكل ده، وهبتدي ان انا اشيل اي زوايد ملهاش لازمة في الفرخ، يعني الجزء التحتاني ده ملوش اي لازمة خالص، وكمان بيزود الزفارة، فنشيله خالص ملوش اي لازمة. الجزء الاخير برضو من الجناحات دوت تكونوا شايلينه. هبتدي اكسر الصدر كده من الناحية التانية بالشكل ده، اي زوايد كده فيها دم فيها اي حاجة هنشيلها. هبتدي ان انا اتبل الفرخة بتاعتي كده بالملح والفلفل، طبعا من ناحية ديت ومن الناحية التانية كمان. ندعكها كويس جدا، وبكده الفرخة جاهزة عندي. هكون مجهزة عندي الصينية اللي انا هستخدمها اللي هي هتدخل الفرن في البطاطس. هي نفسها اللي انا هشوح فيها الفرخة، عشان بس ما بهدلش اواني كتير، فدي حلوة في كده. جبت الصينية وحطيت فيها معلقة من الزبدة وشوية زيت، وشوحت فيها الفرخة بالشكل ده. وجبت كمان فصين توم كسرتهم بالطريقة دي، ابتدي ان انت تفتحيهم كده علشان بس يطلعوا النكهة بتاعتهم في الزبدة. وكمان ورق لورا بيدي ريحة حلوة قوي، ولو في روزماري كمان بيديها نكهة جميلة، فلو متوفر حطيه. بعد ما شوحت كده الفرخة من ناحيتين بالشكل ده، طبعا هنشوحها كويس جدا لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو الخطير ده. هركنها على جنب في اي طبق كده. وهنا خلاص الصينية برضو هركنها دلوقتي مش محتاجاها، وهبتدي اعمل التتبيلة بتاعة الفرخ. هنا التتبيلة عبارة عن معلقتين كبار من المستردة، ربع فنجان من الصويا صوص، وكمان ربع فنجان من الزيت، زيت زيتون اي نوع زيت عندك حطيه، معلقتين كبار من الصلصة بالشكل ده. اللي بيحب نكهة العسل ضيفوها، بس احنا ما بنحبش النكهة دي صراحة، فلو حابين تحطوها في الوصفة دي بجد بتديها طعم حلو قوي. بعد ما اقلبها كويس هنزل بقى بالبهارات بتاعتي. البهارات هنا ملح وفلفل اسود وبابريكا وبهارات لحمة، ومعلقة كده صغيرة من الكركم. نقلب بقى المكونات دي كويس جدا كده ونعمل لها ميكس حلو، ونجيب بقى الفرخة بتاعتنا الجميلة دي. طبعا ما نكترش ملح في التتبيلة الخطيرة ديت، علشان الصويا صوص فيها ملح، فهتملح معانا قوي الاكل، فبلاش، فقللوا نسبة الملح شوية. هجيب بقى كده من جوه العظم، وابتدي ان انا احط بقى التتبيلة كده وادعك الفرخة كويس جدا. طبعا باقي التتبيلة دي هنحتاجه مش هنرميه، طبعا هو كله هيتحط اصلا على صينية البطاطس، بس انا بس باكد على الفرخة ان هي تاخد من التتبيلة كلها. بعد كده هرجع ان انا اجيب الصينية بتاعتي اللي كان فيها التوم، هشيل بقى منها كل الحاجات اللي انا حطيتها دي. طبعا التوم بقى اتحرق فخلاص كده نشيله. وطبعا الزبدة عندي واخدة النكهات كلها. هنزل بقى بالبصل والفلفل الاسود مقطعاهم جوليان بالطريقة دي، ونشوحها بقى كده كويس جدا. اول ما تبتدي تاخد معايا اللون الذهبي الفاتح ده، هنزل بقى بالبطاطس. البطاطس اللي انا قلت لكم مش عايزينها تتهري، لازم تقطعيها، يعني ما تكونش رفيعة، عايزينها كده سميكة شوية.
فهتستحمل كمان السوى وهتطلع معاكي متماسكة. هجيب هنا بقى الفرخة واحطها كده على البطاطس وانزل بقى باقي التتبيلة، وكمان التتبيلة اللي احنا عيناها كده في الطبق بتاعنا هنزل عليها برضو. حطيت شوية مية كمان مش كتير، برضو ربع فنجان. هغطيها بقى بالورق الزبدة وورق الفويل، نغطيها كويس جدا. وهنا مسخنة عندي الفرن طبعا على درجة 180. اول بقى ما اخلص خالص هدخل فيها بقى الصينية. هتاخد كده الفرخة يعني شوي ساعة الا ربع بالشكل ده. وبعد كده هشيل بقى ورق الفويل من عليها وابتدي ان انا احمر الوش بتاعها بالشكل ده. طبعا هي كانت متشوحة قبل كده، فهنحمرها كده تحميرة بسيطة وهتطلع معايا بالجمال ده. شايفين صينية بطاطس من الاخر، الفرخة مستوية جدا بجد، طعمها مختلف، لازم تجربوها على الطريقة الحلوة دي. شايفة الفرخة يعني خلاص استوت بطريقة رهيبة. غير كده بقى التتبيلة اللي احنا حطيناها لها دي مدياها طعم رهيب. عملت شوية رز بشعرية كده، ممكن تعمليه ابيض براحتك. وابتديت ان انا احطهم كده في طبق التقديم بالشكل ده. طبعا انتوا شايفين البطاطس يعني ولا مهرية ولا اي حاجة، زي ما هي، والفراخ كده يعني دايبة دوب. بجد جربوها على الطريقة الحلوة دي. مستنية رأيكم واشوفكم على خير. باي باي.